تخيل يا صاحبي تبقى قاعد في امان الله وتلاقي نهاية العالم قربت. يعني هي حبكت في الكام سنة اللي انت عايشهم دول. كل ده حصل بسبب دكتور غريب أطوار اسمه سكينر، صنف في العالم كله على انه اذكى رجل بعد اينشتاين، وذلك بسبب اختراعه علاج يسكن كل انواع الألم سماه هابانا. علاج رخيص كده تحسه مصنوع تحت بير السلم، الناس كلها اشترت منه اكنه عصير. فضلوا ياخدوا من المسكنات دي لفترة طويلة وما كانوش بيحسوا بألم نهائي بسببها. علاج يخليك قوي ونشيط معيشك في نعيم بمعنى أصح. وبالفعل العلاج سيطر على العالم كله انها حاجة اسمها ألم نهائي. ولكن بعد 3 سنين اينشتاين بتاعنا بيختفي بدون اي مقدمات. الناس طبعا كانت بلعت الطعم وما يعرفوش انه مجهز مصيبه هتهز العالم كله. ولكن قبل اي حاجه كده انزل اخبط لايك كيرلي جمدان ودعونا نرى ما الذي جرى. بنشوف هنا سجن عليه حراسه مشدده ومحبوس فيه بطلنا اكسل. وقت تمريناته بتجيله زياره بيفرح بيها جدا، واخيرا حد عبره. بينزل يقابل واحده اسمها هيرش، ست قادره بنظره حاده ما بيبانش ان وراها خير ابدا. اكسل بيقول لها مش مرتاح لك يا ست انت، كل اللي بيقولي زيك كده اما محامين او قتالين قتله. فبتقول له ايوه انا الاتنين يا حلو. بتعرفه انها جت تطلب منه خدمه ولو وافق هتخرجه من السجن. اكسل بيستغرب هي مين دي وازاي تقدر تخرجه اساسا. في الواقع هيرش كانت عارفه عنه كل حاجه حتى مقاس رجله، يعني جايه له في مهمه واثقه انه هينفذها باحتراف عالي. بتوريه مقطع فيديو انتشر في العالم كله. الدكتور سكينر اخيرا ظهر مره تانية، ولكن يا ريته ما كان ظهر ولا حد شافه. الدكتور كان بيقول للناس لو انتوا فرحانين بنفسكم بعد ما خلاص احساسكم بالالم اختفى تبقوا اغبياء، حالتكم دي ما تختلفش عن الموت تماما. اعتمدتوا على هبنا علاج يومي وشربتوه زي الميه، ما كنتوش مدركين ان الاختراع ده هيدمر البشريه. ناس كتير استهلكته بطريقه عشوائيه جدا، وجه الوقت اللي يدفعوا تمن غبائهم ده، لانه ما صنعش هبنا كمسكن بس، لا ده كان مطوره عشان يفضل في الجسم حتى بعد مرور 3 سنين. كل اللي اخذ المسكن الله يرحمه مقدما، يعني العالم كله هينتهي قدامهم 30 يوم بس. 30 يوم والكوكب هيكون عباره عن كوم من الجثث. بيقول لهم ان هدفه ينظف البشريه ويبدا عصر جديد. بيرجع يديهم امل مزيف وبيقول لهم ان معاه الترياق لو ما حدش لا قبل 30 يوم هيكون مصير البشريه على كف عفريت. هيرش بتطلب من اكسل يساعدهم عشان يلاقوه. بتخلص الزياره فبيقوم اكسل يقول لها لو انت تعرفيني بجد فعلا المفروض تبقي عارفه ان عندي طبع وحش حبتين، الا وهو اني بهرب من اي سجن بدخله. وبسرعه بيشارب الضابط ياخد منه مسدسه وبيهرب، عمال ينط هنا وهناك وكانه في سيرك بالظبط. بيظهر قوه ومرونه مش طبيعيه، ولا اجدعها ضابط قدر يوقفه ولا حتى بالرصاص. ملك الشقلبه الزعيم وكانه بطائر هرب من القفص. بتراقبه هيرش ومتاكده ان هو ده اللي كانوا بيدوروا عليه. بتركب مع زميلها دوجلاس عشان يطردوه. وبعد ما فيديو سكينر انتشر في العالم كله عمت الفوضى، الناس عماله تخبط في بعض، دموع وصراخ وحاله رعب مش عاديه. بيتمشى اكسل في الشارع مبسوط، اخيرا ارتاح من العبوديه بتاعت السجن. بيشوف ظابط وبيقول له انت لابس لبس المساجين كده ليه؟ اكسل كالعاده بيعرف يطلع بشياكه، بيقول له انه كان بيمثل في مسرحيه وبيبلفه بكلمتين وهو بيمشي. بيدخل محل يغير هدومه وبيركب قطر ياخده لبعيد. بتكون هيرش مع مديرها اللي بيقول لها انهم لازم يتحركوا بسرعه قبل ما حد متورط مع سكينر يهرب، لان لو ده حصل مش هيلاقوا اي حاجه تربطهم بسكينر ولا توصلهم ليه. بيوصل اكسل لمحطه كده الكاميرات هناك بتتعرف عليه، فبيتفضح على كل الشاشات. واحد غيره يزعل، لكن ده حس ان اللعبه الجديده بدات. يجري يهرب من افراد الامن ولا كانه في لعبه سابواي. الين بتسمع الدوشه فبسرعه بتراقب تحركاته وبتعرف باقي الفريق، وده علشان يرحبوا بيه بطريقتهم الخاصه. اكسل مستمر في الهروب وكانه عايز يروح لمكان معين، والطائرات الاليه بتحاول تمنعه، لكن ده ما بيفرقلوش. قرد ماشي ينط يمين وشمال. الفريق بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحاصروه، منهم كريس اللي بتاخد اذن من دوجلاس تضرب عليه نار. بيقول لها براحتك بس حاولي ما تفجريش حد بريء المره دي. الفريق بيفضل محاصر اكسل لغايه ما بيوصلوه لمكان مسدود وبيقف. دوجلاس مثبته من بعيد، واكسل بيقول له ينفع تعدل على الاقل، اشوف بقى مين اللي عايز يقتلني ده. دوجلاس بيرفض، فاكسل بيستفزه بكلامه. بيقول له بكتب على قبري اتقتل على ايدين دوجلاس الجبان اللي ضربني في ظهري. دوجلاس بيقول له انت وصلت لطريق مسدود يا حلو، البشر ما بيعرفوش يطيروا. لكن ازاي؟ بطلنا عنده حلول لكل حاجه. بينط بكل ثقه يمسك الطائره الاليه، وكريس بتشغل دماغها شويه. بتروح لاكسل تمدحه على مهاراته القويه، وكمان بتطلب منه تتصور معاه. اكسل بيوافق، لكن نيتها ما كانتش خير ابدا. بتلف ايدها عشان تكهربه. يا بنت اللعيبه يا غداره. وبالفعل اخيرا بيقدروا يسيطروا عليه وبياخدوه معاهم للمعسكر. بيتجمعوا حواليه، وبعد ما بيفوق بيعرفوه انهم مجموعه لازاروس اللي هو هيكون عضو فيها من النهارده.
الفريق بيحط اسوره حديد في ايد اكسل. هيرش بتفهمه انه مطول معاهم شويه او شويتين، اي مكان يروحوا هيكون متراقب فيه، وده كان حال كل اعضاء الفريق. هيرش بتقول له مطلوب منها هي وفريقها تلاقي سكينر باي تمن، يجيبوه من قفاه قبل ما يدمر البشريه، ولانها ست محترمه بتحترم رايهم. بتقول لهم لو عايزين تكملوا كمجرمين براحتكم، ولكن هرجعكم على السجن، يا اما تتحدوا معانا ونلاقيه وبعدها نطلق سراحكم. اكسل بقى مش ست اللي تهدده، بيمسك مسدسه وبيرد التهديد عليها، بيقول لها اخلعي الاسوره يا ست انت، فبتقوم مكهرباه وبتقول له انت لو حاولت تهرب او تخلعها بعنف الكهرباء اللي فيها ممكن تعمل من ايدك عصير مانجا يلا، وانا لو حصلت لي اي حاجه كلكم هتموتوا بنفس الطريقه. الفريق بيتجمع مع بعض بعيد عن هيرش وبيفكروا هيعملوا ايه لما يلاقوا سكينر. كل واحد بيفكر في نفسه ومصلحته، بدل ما يموتوه يستغلوه زي ما استغلوهم وياخدوا لقاح العلاج. ولكن العاقل اللي فيهم دوجلاس بيقول لهم اتلم يلا منك ليها، احنا هننقذ العالم، هنبقى ابطال، افرح يلا. وبيقول لاكسل انه ما كانش موافق على انضمامه للفريق، كان شايفه حيوان بينط يمين وشمال ومش هينفعهم بحاجه. بيجمع كل المعلومات عن سكينر عشان يشاركها معاهم. سكينر 58 سنه من اسطنبول، يتيم الاب والام ما عندوش، الزمان هد ومفيش حد بيوده، مقطوع من شجره يعني. انجازاته بدات من سن صغير، اخذ لقب اعظم عبقري في العالم، وكمان فاز بجائزه نوبل 3 مرات. هيرش بتعرض لهم مؤتمر صحفي كان سكينر بيتكلم فيه، بيعرف الناس انه بعد 3 سنين جليد القطب الشمالي هيدوب تماما، ودي هتكون بدايه الكوارث اللي هتحصل لنهايه العالم. ليلاند بيقول لهم انه حاسس الراجل ده طيب، لا بيهش ولا بينش، واعماله الخيريه كتير، اكيد في سر ورا تهديده للعالم المفاجئ ده. بيتقسموا الفريقين وبيتحركوا على الفور، بيعرفوا انه اشترى ملجأ قديم من 8 سنين، يعني العجوز ما طلعش سهل يا شباب. كريس بتسأل اكسل هو كان ليه محبوس، بيقول لها انه كان محكوم عليه ب 888 سنه، ده لو ربط كان هنج لو سمع الرقم ده. الصدمه كانت كبيره عليها، بتوقف العربيه ترميه بره، مفكره انه سفاح، ده لو قتل نص المدينه ما كانش هيتحكم عليه بكل ده. اكسل بيفهمها ان المده كانت بتزيد الضعف كل ما يحاول يهرب، فهو في الاساس كان محكوم عليه ب3 سنين بس، ولكن العدد وصل لكده من غير ما يحس من كتر الهروب. وعلى جانب اخر دوجلاس بيحكي ليلاند عن الجريمه اللي اتحبس بسببها، ووسط الكلام بيحكي عن ألين اللي بالرغم ان شكلها هادي لكنها تعتبر الجوكر وسطهم. بيوصل الفريق للمكان، مش عارف ده ملجأ ولا سجن قديم، المكان كله عباره عن انقاض، ودوجلاس بيلاقي جهاز شغال، يعني اكيد كان في حد موجود وسط الدوشه دي. ووقت ما كانوا بيدوروا على دليل، في واحد بيثبت ليلاند، وفي نفس ذلك الوقت اكسل وكريس بيلاقوا راجل عجوز على كرسي، مش عارفين ده ميت ولا حي، وفجاه بيسمعوا صوت عالي، بعدها بينزل عليهم رشاش رصاص. اكسل كان مستمتع بالصوت، بيقول لكريس ان معاه سلسله بتحميه، يعني مش هيموت دلوقتي، وبيخرج يضرب نار على الناس. الفاجر كانه بيرقص على اغنيه راب، مش فارق له اي حاجه، وكانه فعلا واثق انه مش هيموت، شغال يدغدغهم واحد ورا التاني. ومن هنا كريس ادركت انه مختل عقليا، بتقول له انهم هنا مش عشان يلعب، الاولويه يلاقوا سكينر. وبالفعل بيروح اكسل ياخد سكينر، لكن قبل ما يمد ايده يرفعه بيلاقي الشرطه حوطته من كل مكان، بيقولوا لكل اللي في المكان يستسلموا، وكمان هيئه مكافحه المخدرات بتقول للكل ينسحب. اكسل بقى لما بيلاقي الدنيا كده بيقول لهم والله طب كله ينزل اسلحته يا غوالي، احنا لازاروس. كلهم بيفتكروه عبيط، ايه لازاروس دي كمان، ما يعرفوش انه بيضيع وقت. كريس بتفتح النور وبيلاقوا ان الراجل ده واحد هربان مديون بسبب المخدرات، يعني الفريق جه على الفاضي والشغلانه مش شغلانتهم. لكن خد هنا الصدمه، ألين بتلاقي 100,000 شخص حول العالم بنفس شكل الدكتور سكينر. احيو ده معناه ايه يا شباب؟ دعونا نرى الى ماذا يسعى سكينر. دوجلاس بيحس ان الموضوع غريب، سكينر في كل مكان، 100,000 شخص على وجه الارض شبهه، وده بيخليه يكتشف حاجه، ان في حد مخترق انظمه المراقبه ومبدل وشوش الناس العاديه بوش سكينر عشان محدش يلاقيه. ألين بتقول لهم ان مفيش غير 3 مخترقين حول العالم بس يقدروا يعملوا كده، وبالتاكيد هي الهاكر رقم 4 اللي تعرف تعمل حاجه شبه دي. ولكن الجانب المشرق انهم يتاكدوا ان سكينر عايش، وايضا فرضيه انه عمل عمليه تجميل عشان يغير شكله ويعيش بين الناس كده بتتلاشى تماما، اصله مش هيعمل تمويه بالشكل ده وهو عامل عمليه تجميل يعني. هيرش بتوزع عليهم المهمات، كريس وليلاند هيروحوا لبيت الدكتور سكينر القديم، دوجلاس واكسل هيروحوا لكلو، وده كان واحد من اهم الاشخاص اللي ساعدوا سكينر في بحثه العلمي. بيدخلوا مستشفى مليانه بالمرضى، فبعد ما الناس بطلت تاخد هبن الامراض صابتهم كانها بتنتقم منهم. دوجلاس ما بيلاقيش الدكتور في المستشفى، وكمان كل المعلومات عنه مختفيه. ليلاند وكريس بيدخلوا بيت سكينر بعد ما لعبوا لعبه خبيثه على الامن، وقالوا
قالوا انهم عمال نظافه. كريس بتقول لي ليلاند انت خبيث يلا، مش غريب عليك، ما انت حرامي قديم. بيقول لها لا ياما ما تعايرنيش، انت ما كنتيش محبوسه في جزر الهيمالايا يعني، الحال من بعضه يا عسل. ساعتها بيعرف جريمتها انها جاسوسه وكانت بتسافر العالم كله كعامله سريه واتقفشت. اكسل بيقول لي دوجلاس عندي اقتراح ويا رب ينجح وتحبني بدل ما انت مش طايق امي كده. بياخدوا المكان زميل لي كان معاه في السجن واللي كان عامل ملجأ للمشردين. كريس وليلاند بيفتشوا البيت حته حته، ده على اساس ان الحكومه ما كانتش مفصصه المكان قبلكم يعني. ولكن الغريب ان كريس بتلاقي حبايه مريبه كانت مفكره انها العلاج اللي اتكلم عنه سكينر، لكنها ما اهتمتش وحطته في جيبها. اكسل بيلف المنطقه كلها يدور على جيري زميله، فبيلاقيه متخفي في شكل بنت. بيقعدوا معاه يقولوا له انهم بيدوروا على واحد اسمه كلود. جيري بيقول لهم ان الناس هناك كتير، كل واحد ليه قصه مختلفه، يعني مش هيحب انه يفشي سر واحد منهم. دوجلاس بيوضح له انه مش عايز يأذيه، بيحكي له قصته لما كان باحث في الجامعه محدش ساعده غير الدكتور كلود. جيري لما بيعرف كده بيطمن وبيعرفهم مكانه. بيروح دوجلاس يتقابل معاه وبيطلب منه يدي اي معلومه عن سكينر. بيقول له ان سكينر يبان شخص طيب وعادي، ولكنه لما بيندمج مع ابحاثه بصيرته بتتعمي، بيشتغل ليل نهار من غير تعب وقطع علاقته بيه لانه كان بيغير منه، وده اللي وصله للحال ده. يعني مش بس غيور، ده بقى متشرد مش لاقي ياكل. وبيدي معلومه بسيطه ان سكينر ليه جده كبيره في السن عايشه في اسطنبول وكان بيحبها جدا، يعني من الوارد جدا يكون موجود معاه حاليا. بيرجع دوجلاس يشاركهم المعلومات لكنهم ما بيلاقوش اي اثر للست دي، كانها اختفت عن قصد. إلينا بتلاقي مكان في اسطنبول ما فيهوش اي امن، وده بالنسبه لهم مكان مناسب سكينر يستخبى فيه. بيسافروا هناك لكن الناس مش بترتاح لهم. بيتلم على اكسل وليلاند مجموعه من الشباب عايزين يعلموا عليهم. اكسل بيقول له في الحاله دي يا اما نهرب يا اما قاتل يا مقتول، وطبعا اختيار اكسل كلنا عارفينه. بيبدا طحن فيهم وهو مستمتع كالعاده. بياخد ليلاند عشان يهربوا وبيعمل شقلباظات فوق البيوت. بيقع ليلاند في بيت بنت صغيره كده كانت بتدور على امير وسيم، وسبحانه بينزل لها ليلاند من سقف البيت. بتتجمع العصابه حواليه مفكرين ان الاسوره بتاعته ساعه غاليه وعايزين يقلبوه فيها. اكسل بيسمع صوت سويته فبينزل يضرب في رجاله العصابه، وهما بيكونوا مثبتين ليلاند خلاص هيقطعوا ايده، لكن فجاه بيقول لهم انه جاي ياكل بقلاوه من عند الجده بليندا. الرجاله بيفهموا ان دول سواح، مع انها كانت فكره مجنونه ومتخلفه فكره البقلاوه دي، لكنها انقذته قبل ما يبقى بايد واحده. وبالفعل الرجاله بياخدوهم عندها، وبعد ما بتضيفهم بتسالهم كام سؤال كده هم مين وجم ليه مخصوص علشانها. اكسل بيعكها خالص، بيقول لها بقول لك ايه يا حاجه يا خربانه انت، احنا عملاء سريين ومعانا تصريح بالقتل، انطقي بسرعه. الجده بتضحك وبتقول لهم انتوا اكيد جايين تسالوا على سكينر مش كده؟ لكنها للاسف ما كانتش تعرف عنه حاجه. بتحكي لهم ان طفولته كانت صعبه وبرغم كده كبر وبقى شاب طيب وحساس. ما كانش فارق لها ايه الجريمه اللي عملها على قد ما كان وحشها ونفسها تشوفه. اكسل بيحس ان سكينر على نياته فعلا، وبما انه بيحب جدته فاكيد مركب كاميرات عشان يراقبها ويطمن عليها من بعيد. بيدور وبيلاقي فعلا كاميرا، بيمسكها وبيقول له اجهز عشان هلاقيك قريب يا غالي. وعلى جانب اخر كانت ألين عامله فخ للشخص المسؤول عن نسخ سكينر، وحركه اكسل خلته وقع في الشبكه وبتعرف مكانه. القادره بتحلف انها هتطلع عينه. الهاكر 909 واحد من اخطر قراصنة الانترنت على الاطلاق. المباحث الفيدرالية نفسها مش قادرة تلاقيه. قال مش بس عرفت مكانه، دي قدرت تعرف حسابه البنكي، لقيت عنده تحويلات لدول مختلفة، كمان فلوس ملهاش عدد بتدخل لحسابه يوميا. اتعاون مع سكينر عشان ياخد معلومات عن هبنة وتاجر بيها مع شخص اسمه سام صاحب اكبر مؤسسة ضمنت العلاج. بيقف اكسل يقول لهم ما تحكوش كتير، من الاخر كده لازم نمسكه. كريس بتقول له الكلام اسهل من الفعل، انت بتتكلم عن شخص الحكومه نفسها ما تعرفش شكله حتى عامل ازاي. هيرش بتقول لهم روحوا امسكوا سام الاول وده هيسهل علينا الطريق ل 909. بتتشيك المجموعه كانهم رجال اعمال ليهم مكانه في المدينه، وده لان سام بيعمل حفله كل اسبوع بيجمع فيها الروس التقيله في البلد واجمل بنات المدينه، علشان كده كريس اتشيكت مخصوص. وليلاند اللي ملوش لازمه تنكر في شكل بنت لانها ما يتقسموا الفرقتين. جوه الحفله دوجلاس كان خايف من عفراتة اكسل فنبه عليه، بيقول له ينسى شغل السيرك اللي بيعمله فين ما يروح ده، لانهم في منطقه سام واي لبش هيحصل هيهرب فورا. دوجلاس واكسل بيحاولوا يطلعوا الدور التاني باي طريقه، ولكن الحراسه كانت مشدده على الاخر، محدش بيطلع غير لما يكون معاه الختم. ولكن اكسل طبعا ما بيعطلش، بيلاقي واحد شارب عميان خربان مداريان ومش شايف قدامه، بيروح وراه الحمام ياخد منه شفره الختم. بيدخل دوجلاس وليلاند وسط الناس اللي بترقص، بيلفتوا الانتباه ليهم لغايه ما بياخدوا دعوه للدور التاني.
التاني بتقعد كريس وليلاند جنب سام بيتفرجوا على المكاسب اللي توصل له وهو حاطط رجل على رجل. كان بيتباهى بالمليارات اللي عنده من منصات النصب اللي هو مسؤول عليها. بيتقرب منه كريس لكن ليلاند بيبعد، بيعمل نفسه محترم وكده، ولكن للاسف بيلفت نظر المغني اللي هيحيي الحفله وبيوقف عليه واحد يراقبه وبيقول له البت دي تخصني. وفي ذلك الوقت كانت إلينا بتراجع كاميرات المراقبه وبتشوف 909 بيحول مبلغ كبير لمحفظه الكترونيه والكاميرات بتقدر تجيب ملامحه. وبنشوف هنا ان ده هو نفسه المغني اللي بيحيي الحفله وعايز يشقط ليلاند، انه المغني فيجوراي. سام بيسيب لرجالته بقى البنات وبيختار كريستل نفسه. كان مفكرها فريسه سهله لكن على مين دي سوابق يابا. بتنزل في ضرب كانها بتنتقم لكل البنات اللي اذاهم. إلينا بتوصل لهم المعلومات، فدوجلاس واكسل بيدخلوا في اشتباك محترم مع رجال الامن. ليلاند بيهرب وكريس بتكمل باقي الشوط مع رجاله سام، ولكن سام وفيجوراي خافوا وجريوا يهربوا. بيتحرك اكسل وكريس بيعملوا احلى عرض رقص بالمسدسات، بيعوضوها عن الرقصه اللي فاتت والطياره بتبتدي تترفع. بيشوفها اكسل المتهور وبيجري ينط مسافه كبيره جدا وبيمسك الطياره. مستحيل يا جدع ده يبقى انسان عادي. سام بيخاف من اكسل وبيأمر الطياره انها توقعه، ولكن حتى الذكاء الاصطناعي ما بيحبش الشر فبيتعصب على جهاز التحكم وبيكسره. الطياره بتروح يمين وشمال بتصعب الوضع اكتر على اكسل اللي كان فاهم هو بيعمل ايه كويس. بينط على طياره ليلاند وبيمسك الرشاش عشان يطلع يقف جنب الطياره. سام بيأمر الطياره انها تضربه بصاروخ او اي حاجه توقعه، لكنها بترفض فبيفضل يكسر في جهاز التحكم لغايه ما الطياره بتفقد توازنها. اكسل بيستغل كده وبيصوب ناحيه المروحه فبتقع الطياره في البحر. بيقف اكسل فوقها وبيتفرج عليهم وهم طالعين بيحاولوا ينقذوا نفسهم. بيلاقوا اكسل واقف شامخ ماسك لهم الرشاش اللي هو انت كده كده ميت يا زميلي. اكسل بيقول له عرفني فين مكان سكينر وممكن افكر اطلعكم، لكن لما بيلاقيه استعبط بيقول له انت عملت مليارات على قلبك من هابانا واخترقت شركه دلتا للادويه واخدت كل بياناتهم. سام بسرعه بياخد من فيجوراي السلسله بتاعته وبيرميها لاكسل لان فيها كل المعلومات. اكسل بسرعه بيغرق الطياره وبيهرب، فالحكومه بتقبض عليهم ومن الفلاشه بيعرفوا انهم مالهمش علاقه بسكينر، ولكن شركه دلتا للادويه كانت هي اللي بتتعامل معاه، يعني اكيد كانت عارفه خطوره هابانا على البشريه. وبكده يتبقى 24 يوم قبل نهايه البشريه اللي حذر منها سكينر. في مقر الفريق دوجلاس بيقول ان 909 كان عارف من البدايه الخطر ورا هابانا لانه هكر كل بيانات شركه دلتا اللي كانت عارفه السر ورا هابانا، ومع ذلك خبت السر عن الناس. وبيلاقوا صوره غريبه في بيانات 909، صوره عين كبيره مرصعه بالنجوم، كمان مقطع صوتي مش مفهوم كان بيبعته لاشخاص بره المدينه. إلينا بتدور ورا المقاطع اللي الصوت فيها متقطع وبتعرف ان دي شفره موجود فيها كل تجارب هابانا الفاشله لغايه ما وصلت للشكل اللي نزل بيه السوق. ولكن ليا صاحبي من البدايه عملوا اللفه الطويله دي ليه شفروا مقاطع الصوت اللي مليانه بالتجارب. ألين بقى كانت متوقعه انهم عايزين يبعتوها لشخص معين من غير ما يكشفوا نفسهم، مش بعيد يكون الشخص ده سكينر نفسه. بيحطوا خطه انهم لازم يقابلوا الناس دي وش لوش عشان يعرفوا فين سكينر اللي بيتواصلوا معاه. بيحاولوا يدخلوا مبنى اغنياء المدينه اللي موجود فيها اصحاب شركه دلتا، لكن معروف طبعا الامن اللي بيحرس الاغنياء مش زي الامن اللي بيحرسك انت يا كحيان. اكسل ولا بيهمه كل الهبل اللي هم خايفين منه، بيجمد قلبه وبيدخل المبنى يعدي من باب الامن كانه صاحب مكان، والامن بيقلقوا منه. لما بيلاقوه داخل الاسانسير بيدخلوا وراه. اكسل بيفرح جدا لانه هيقدر يتصرف معاهم دفعه واحده في مكان مقفول. راجل الامن ده بيرفع عليه جهاز بيكهرب. اكسل بيستنى لغايه ما الباب بيتقفل وبيعرفوا الجهاز ده المفروض يترفع على مين. بيتعامل حتى في اصغر الاماكن وحش زيه وما بيهموش مين اللي قدامه او حتى هو موجود فين، كل همه يلعب بفريسته. هزيمتهم ما كانتش سهله لكنه بيخرج من الاسانسير على رجليه وبيسيبهم مرميين جوه كلهم. بيطلع اكسل بقى يثبت مدير شركه دلتا وبيعرض له كل سجلاته الاجراميه في الشركه وبيطلب منه يعرفه مكان سكينر. المدير بيقول له مفيش حد عايز يعرف مكانه اكتر مني، اختفى قبل ما يدينا عنوانه عشان كده بنضطر نبعت له المعلومات بالشكل المشفر ده. اكسل بيكون متصل بالفريق كله، فدوجلاس بيقول له انت كنت عارف ان هابانا سم مش كده؟ بيقول له مستحيل اعرف، وانا ايه مصلحتي يعني؟ احنا قبل ما نعمل التجارب على البشر جربناها حتى على القرود وكانت سليمه وما حصلش حاجه، ولكن من كام يوم في واحد منهم مات بالفعل، بس قبل ما يموت عينيه اتحولت لفضاء واسع مليان نجوم. الدور جاي على البشر وهو اولهم لانه هو كمان اخد هابانا. شركتهم كانت بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان يلاقوا علاج. اكسل بيقف يقول له بما اننا كلنا عايزين نلاقيه يبقى تتعاون معانا يا حيلتها عشان نجيبه لغايه عندنا. بعدها بيشاركوا الخطه مع هيرش اللي بتقول لمديرها انهم هيعملوا مؤتمر صحفي بيضم كل الاطباء عشان يعرضوا علاج وهمي لهابانا، واحتمال كبير جدا الفضول ياكل سكينر
ويجي بنفسه يشوف ايه اللي هيحصل، يا اما يبعت حد مخصوص عشان يسرق العلاج. الفريق كله بيقف بره قاعة دلتا بيراقبوا الوضع عشان يشوف سكينر هيبعت مين يسرق العلاج. لازم يجي عشان خطته في موت البشرية ما تفشلش. إلينا بتراقب كل الشبكات وكل أجهزة التشويش عشان تكتشف أي حاجة جوه دايرة القاعة، من أجهزة التنصت لغاية كل رسالة بتتباعت. من وجهة نظرها كل ما كانت الحماية عالية كل ما زاد حماس المخترقين. بالفعل بيبدأ المؤتمر الصحفي ومدير شركة دلتا بيعلن إنهم لقوا علاج مضاد لسم هبنة. إلينا بيجي لها إرسال إن في مخترق في المكان وبيحاول يخترق أجهزة الأمن وبينجح إنه يقطع النور عن القاعة كلها. معنى كده إن في مخترق بره المكان وزميل ليه جوه القاعة. الفريق بيتحرك بسرعة لكن ما بيلاقوش أي حد، وواحد من القاعة بياخد العلاج يحقن نفسه بيه. الغبي مفكر إنه كده أنقذ نفسه، ما يعرفش إنه محلول ملح مش أكتر. المخترق بقى بيقلب القاعة بيت رعب، بيفتح النور ويقفله، بيخبط الروبوتات في بعض. وبنشوف هنا إن المخترق بنت مجنونة شوية أو شويتين واسمها بوب كورن ويزارد. إلينا بتعرف إن العيب في أجهزة إرسال فريق الأمن اللي في حد غيرها بعد ما أعلنوا عن المؤتمر الصحفي علشان يستخدمها في اختراق المكان، وكانت مطمنة إن المخترق بلع الطعم اللي هي حطاه. هي أصلا كانت سايباه يخترق بمزاجها عشان تعرف مكانه فين بالظبط ويقبضوا عليه. القادرة خسرت معركة عشان تكسب الحرب، وبالفعل هيرش بتبعت الأمن هناك، ولكن البنت بتهرب بعد ما عرفت إن العلاج مجرد خدعة وهمية. والقادرة عرفت خطة إلينا عشان كده رمت الجهاز بتاعها، وده علشان ما يعرفوش يتعقبوها. وبتتصل بإلينا بتقول لها ما تزعليش يا حلوة انت شاطرة بس مش اشطر مني. دوجلاس بيعرض عليهم في المقر برج اسمه الحقيقة كان سكينر بيزوره كتير في سن صغير. المكان حاليا بيقدس حاجة اسمها الذكاء الاصطناعي لأنه كيان يفوق العقل البشري، ما عندوش حرية اختيار ولا رغبات ولا حب ذات، يقدر ياخد قرارات خالية من المشاعر تماما. قرية كاملة عايشة بعيد في عزلة مكتفيين بنفسهم. كان شايف ان ده مكان مثالي سكينر يهرب فيه. محدش يوم كان مقتنع، لكن هيرش بتسأل ألين إذا كانت تقدر تخترق شبكتهم ولا لأ. بتقول لهم ده مستحيل لأنه نظام منفصل عن العالم تماما. كانت عارفة شوية معلومات عن القرية لأنها اتولدت هناك. مسمين الذكاء الاصطناعي ناجع، وبترفض خطة هيرش إنهم يقتحموا المكان. بتقول لهم إنها ينفع ترجع للقرية ومعاها واحد منهم بس. فعلا الفريق بيتحرك وبيدخل الجبل. بيقولوا لآلين وليلاند إنهم لو ما خرجوش بعد يومين هيدخلوا يجيبوهم بنفسهم. بتدخل إلينا تلاقي المكان اتغير شوية. بتقابلها هناك صديقتها هانا، بترحب بيها وبتاخدها للمقر. فبتلاقي والدتها هناك بتحضنها بكل هدوء. بتقول لها كنت متوقعة إنك هترجعي، كنت متأكدة إنك قرفتي من العالم الخارجي وقررت ترجعي لنا. وفي تلك الأثناء بيخرج القائد يرحب بيها هي وليلاند. هانا بتاخد أمر من القائد إنها تاخد منهم كل حاجة فيها إنترنت عشان ما يتواصلوش بيها مع أشخاص بره قريتهم، لأن بالنسبة لهم العالم بره القرية شرير ملوث مليء بالأكاذيب. بيخرج ليلاند بالليل يحاول يستخدم الأسورة يتواصل بيها مع هيرش، ولكن الذكاء الاصطناعي في المكان كان مشوش على كل أجهزة الاتصال الخارجية. حتى باقي الفريق كانوا قلقانين جدا عليهم ومش عارفين يناموا. أكسل بيحاول يخرج طاقته الزيادة بعد ما توتر وبيجري رايح جاي هيموت ويضرب حد. ليلاند بيقول لآلين ازاي قابلت امك من غير ما تقولي لها كلمه امي حتى، وهي كمان رحبت بيكي بطريقه بارده جدا. بتفهمه ان المكان هنا عيله كبيره ممنوع فيه روابط الدم اللي بتربطهم ببعض. الجماعه مش عايزه اي تمييز بينهم وبين بعض، وكلهم مش بيفكروا غير في ناجا الذكاء الاصطناعي. هنا بتاخدهم في زياره للمكان توريهم قد ايه هم مش محتاجين اي حاجه من العالم الخارجي. عندهم حداده ولبس اكل وميه، كل حاجه متاحه من غير ما يستخدموا فلوس حتى. وكانوا بيعاملوا الذكاء الاصطناعي ناجا على انه شيء مقدس. دوجلاس بيعرف معلومات عن الذكاء الاصطناعي وبيشاركها مع كريس. من 15 سنه فاتوا اتطور ذكاء اصطناعي على ايدين باحثين في معهد التكنولوجيا عشان يعرفوا ايه هي الشبكه العصبيه البشريه. اتصنع مخصوص علشان كده، واخد لقب اذكى من دماغ اينشتاين، وكان مسؤول عن المشروع ده سكينر. بعد ما المشروع اكتمل عملوا تجربه دمجت برمجه الذكاء الاصطناعي مع رغبه السيطره والتدبير في الانسان، وذلك يا سادتي كان ناجع. برنامج ذكاء اصطناعي مستقل بذاته يقدر يقرر ويتحكم في كل حاجه حواليه. ومن وقتها مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه بيحاول يكتشف السر وراه، وبيراقبوا القريه من بعيد. ليلاند بيدور في كل مكان على سكينر لكنه ما بيلاقيش اي اثر ليه. بيتفق هو وآلين انهم وقت الصلاه يدخلوا برج الحقيقه يدوروا على اي سجل مذكور فيه اسمه، ولكن لسوء الحظ بتسمعهم هانا. وفي ليله بيدخلوا البرج. آلين بتحط فلاشه الكترونيه عشان تنقل فيها كل ذاكره ناجا، ولكن للاسف بيدخل القائد عليه
عليهم. بيقول لهم ان ناجا كان متوقع انهم هيعملوا كده من اول ما دخلوا، بيحاصروهم من كل حته بعد ما بقوا قدامهم مجرمين. بتوصل معلومات لدوجلاس عن بيلر قائد قريه ناجا اللي هرب من المؤسسه عشان يكون الطائفه اللي بتعبد الذكاء الاصطناعي. كانوا شاكين انه بيستغل عقول الناس عشان يغذوا رغبه ناجا في السيطره والتدبير، وده هيرجع بفايده لبحثهم. ولكن اكسل وجهه نظره كانت مختلفه تماما، فبما ان ناجا نسخه مستنسخه من سكينر يبقى اكيد عنده رغبه يدمر العالم زيه. ليلاند والين بيتحبسوا في زنزانه ما كانوش عارفين هيحصل فيهم ايه، فبتيجي هانا تقول لهم ان القائد هيطهرهم من ذنوب العالم الخارجي. من الاخر كده يعني هيحرقهم وهم عايشين، والقريه كلها هتتفرج عليهم وهم بيتعذبوا. فالين بتلعب على مشاعرها. انا بتقول لها انا كنت دايما بغير منك، كان عندك فكر خاص بيكي وسبتيني وهربتي، عشتي حياتك بعيد عن هنا. الين بتقول لها ينفع نمشي مع بعض على فكره، وبتوعدها انها لو ساعدتها هتاخدها وتهرب. كمان ليلاند بيقول لها لو عندك الشجاعه لكده ولعي قنبله الدخان اللي في شنطتي وانقذينا وهناخدك معانا. في يوم المهرجان بيربطوا ليلاند والين وبيولعوا نار عشان يحرقوهم. القريه كلها كانت مبسوطه من ضمنهم والدتها، لكن هانا ما قدرتش تستحمل، بتاخد قنبله الدخان تولعها. اكسل كان مستني اللحظه دي بفارغ الصبر لان دي اصلا كانت الاشاره بتاعتهم. بيجروا كلهم يركبوا العربيات. بيكون بيلي مفكر ان الدخان الاحمر ده غضب من ناجا، فبياخد كل القريه يحبسهم في البرج. الجاهل الغبي متوقع ان ارواحهم خالده وهترجع تحيا من جديد. بيقول انهم لازم يضحوا بحياتهم عشان ناجا ما يدمرش العالم ويولع في المكان كله. بالفعل عدد كبير منهم بيموت، وبتوصل الحكومه الفيدراليه بيطفوا الحريق وبياخدوا المصابين، واكسل بياخد ذاكره ناجا يقدمها لدوجلاس. بيتجمع الفريق في حفلة شواء، بيحتفلوا بخيبتهم لدلوقتي ولا خطة نجحت. بيعرفوا سن بعض، أكسل 24 سنة ودوجلاس زيه، ليلاند 16، وكريست مش بترضى تقول سنها الحقيقي. بيحطوا اللحم في عصيان حديد كده، وأكسل لها جهاز في مصنع الأسلحة بيعدله وبيستخدمه زي مسدس نار، بيقلبها حريقة وبيفحم الأكل الفاجر. بينزلوا يعرفوا آخر الأخبار، بيلاقوا إن القطب الجليدي الشمالي بينهار لوحده. بقى معقولة كلام سكينر هيطلع حقيقة؟ كل وسائل الإعلام ما كانش ليها سيرة غير كده. بينشروا اجتماع سكينر وقت ما توقع الكارثه دي. كل حاجه في العالم بتمشي زي ما سكينر اتنبأ بالظبط. الناس حست ان في حاجه غريبه بتحصل وانه ما عملش هبنه من فراغ، وبعد ما وصفوه ارهابي رجعوا قالوا عليه ده اله. الجماعه دول يا صاحبي لو صرصار عدى قدامهم هيقولوا عليه اله. عالم كفر واغبياء يا جدعان. اكسل بيقول لهم لو كلامه صح وتنبؤاته فعلا حقيقيه هيبقى فاضل 15 يوم بس، 15 يوم على موت اول شخص اخد هبنه. بتدخل هيرش تقول لهم انهم ما لقيوش اي حاجه في ذاكرة برج الحقيقة ناجا، مفيش حاجة تدل ان سكينر كان هناك، وبيرجعوا لنقطة الصفر. بيتفرجوا على كل فيديوهات سكينر اللي اتنبأ فيها عن نهاية العالم. هيكون في 7 أبواق، كل واحد هيجي وراه كارثة، واخر بوق هيكون بعده نهاية البشرية، وانا البوق السابع اللي هو الاخير. البتاع ده بيقول ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم من امه اي حاجة. في الاوقات دي فجأة بتظهر رسالة من ناجا، بيلاقوا فيها رقم كده وبياخدوه عشان يفكوا الشفرة بتاعته. بيدوروا على احداثيات الرقم ده موجودة فين، وبالفعل بيلاقوا 4 مواقع وكلها موجودة في نص المحيط، جزر بعيدة جدا اختفت من زمان. إلينا بعد بحث طويل بتعرف ان سكينر اشترى ال4 مناطق دي قبل ما يغرقوا، ودي كانت من ضمن المعلومات اللي لقيوها في ناجا. هيرش بتشارك مديرها بالمعلومات اللي عرفتها. ما هو اكيد سكينر اشترى الجزر دي لسبب ما بقاش عندهم غير ادله صغيره ولازم يمشوا وراها، لعل وعسى يلاقوا خيط يدلهم على مكانه. دوجلاس بيوصل لجزيره غرقانه في الفلبين، واكسل بيوصل لجزيره في المالديف، ليلاند على جزيره في اليابان، وكريس في جزيره فيجي. وفي تلك الاثناء الانسه هاكر قاعده مراقبه الجزر ال4 مكيفه نفسها بكل حاجه كانها بتتفرج على فيلم اكشن. الفريق بيتواصل مع بعضه، لكن لحد الان الامور هاديه، مفيش حاجه تدل على ان المكان فيه دليل. ليلاند بيقول لهم عارف ان الكلام ده مش وقته، بس يا جماعه هو لازاروس هتنتهي لو لقينا سكينر. دوجلاس بيقول له الفكره دي جت في بالنا كلنا، الحل الوحيد لو عايزين نفضل مع بعض هو اننا ما ندورش على الدكتور المجنون. بتعوم كريس لكنها ما بتلاقيش حاجه غير بيوت تحت الميه، بتخرج تتامل في البحر بعد ما انبهرت بالمنظر في الاعماق في السماء الصافيه اللي قضت عمرها كله فايتها منظر جميل زي ده. بتقول للفريق ان اي مكان بعيد عن البشر بيكون ليه طعم تاني في حلاوته. إلينا بتقول لها يمكن سكينر كان عايز يخلينا نشوف جمال الطبيعه المخفي بعيد عن البشر. كريس بتسيب نفسها للميه، بتفكر ان الطبيعه جميله جدا لكن البشر هم اللي بهدلوها. الابواق اللي كان بيتكلم عنها سكينر هم في الاصل عايشين في كوارثها كل يوم. مين قال ان سكينر
سكينر غلطان، بالفعل البشرية هي اللي دمرت العالم. وعلى جانب آخر أكسل ما بيلاقيش حاجة وبيخرج من المية، بيلاقي صاحب المركب مستنيه وبيقول له إنه كان من سكان الجزيرة اللي عدى على غرقها 10 سنين. أكسل بيقول له السمك اللي كان بيطير عورك في وشك، فالراجل بيضحك بيقول له إنه مش بيحس بأي ألم، لا هو ولا أي حد كان موجود في جزيرته، والغريب إنهم ما يعرفوش أي حاجة عن هبنة. طب منين إن شاء الله مش بتحس بالألم وبتدعي إنك ما خدتش هبنة وما تعرفش عنه حاجة؟ أمال شعور عدم إحساسك بالألم ده جالك منين؟ بيعرف منه كمان إن سكينر زار جزيرتهم لما كان صغير، قدروا يعيشوا حياة الرفاهية بسببه. أكسل بيخليه يقول كل المعلومات دي بصوت عالي عشان الفريق كله يسمع. بنشوف هنا المدير بياخد هيرش في معرض رسم، بيعتذر لها لأنه دخلها في حاجة أذتها نفسيا، لأنه كان عارف كويس إيه طبيعة علاقتها بسكينر. بتقول له ما تقلقش، أنا كل اللي عايز أعرفه دلوقتي هو سابنا ليه ورا ظهره وعمل ليه كده من دماغه. إلينا بتعرف إن سكينر اشترى الجزر دي واتبرع بفلوس كتير لسكانها، وده علشان الناس كلها هناك تعيش بطريقة أحسن. وبما إنهم ما كانوش بيحسوا بأي ألم، يبقى سكينر دخل لهم هبنة في السر، وده عن طريق الأكل اللي كان بيدخله للجزر دي. بيعرفوا وقتها إنهم بيختبروا حياة سكينر القديمة وهم بيدوروا عليه، وكأنه كان قاصد كده، كأنه كان عايز حد يلاقيه فعلا، حد يشوفه بطريقة مختلفة عن نظرة الناس ليه. إلينا بتدور في سجل بيانات سكينر، وهنا كانت الصاعقة. فواحدة من المعاونين ليه في مشروع إعادة الجزر دي كانت هيرش شخصيا يا صاحبي. وكريس قبل ما تخرج من الجزيرة بتقابلها عميلة سرية كانت بتشتغل معاها في الماضي. العميلة بتاخد كريس تكتفها، الظاهر كده في انتقام قديم مش ناسياه. بيرجع ليلاند المقر وبيلاقيهم كلهم ساكتين. حصل ايه؟ اكيد في مصيبه جديده. هيرش بتقول له عرفوني المعلومات الجديده، فدوجلاس بيرد عليها بيقول انهم عرفوا انها كانت واحده من الدكاتره اللي بيساعدوا سكينر. كنت عارفه انكم هتعرفوا قريب. فبتشرح انها كانت زميلته وكانت جزء من فريق ابحاث هبنه، لكن قبل ما العلاج يكمل هرب من غير ما حد يعرف عنه حاجه، والفريق كمل العلاج من بعده. لكن هي ما قدرتش تتاقلم مع الوضع وانسحبت، وحاليا بقت حاسه بالندم لان هبنه ثم دمر البشرية، ومن ثم اشتغلت مع الأمن القومي عشان تلاقي حل للغز سكينر وأبحاثه، وذلك عن طريق إنشاء وحدة تحقيقات خاصة. لازاروس وظفوها لأنها واحدة من أهم الناس اللي تعرف معلومات كتيرة عن سكينر. بيدخل زميل قديم لكريس بيضربها وبيقول لها الخاينين مالهمش مكان وسطنا. بنكتشف بقى إن كريس ما اتقفشتش لما كانت شغالة جاسوسة ولا حاجة، بل بالعكس خانتهم وانضمت لهيرش بمزاجها. بتدخل أنجا وتقول لها مبسوطة إنك لسه عايشة علشان عايزة أقتلك بإيدي. الفريق بيعرف ان كريس موجودة في القطب الشمالي وتحديدا في معسكر نفط قديم. ليلاند بيقول لهم ان المكان ده جزء من شبكة التجسس الروسية، يعني اتقبض عليها من عملاء روسيين. فهيرش بتقول لهم احنا لو معرفناش نرجعها في 3 ايام الاسورة هتوقف مجرى الدم وتنهي حياتها تماما. وفي ذلك الوقت أنجا بتقول لكريس من 3 سنين قالوا انك متي في حادثة المطار، لكن محدش لقى جثتك، وعلشان كده انا اتأكدت انك لسه عايشة. هيرش بتقول لهم مستحيل تفوزوا على عملاء سريين وتنقذوا كريس، بس الشباب ولا بيفرق معاهم، عايزة تقتلينا بالأسورة اتفضلي. لكن وحدة التحقيقات السرية لازاروس تتجهز لإنقاذ العميل كريس. الفريق مش بيلاقي أي رحلات تاخدهم لأقرب مكان هناك، وده بسبب حالة الجو. فبترن عليهم هيرش وبتقول لهم إن القيادة الأمريكية الأوروبية وافقت تبعت لهم هليكوبتر وبتاخدهم لأقرب مكان من القاعدة. كمان هيئت مكان لإلينا علشان تستخدم قاعدة بيانات خاصة. زميل كريس الواطي كل ما يلاقيها في وشه يعدي يضربها، لكنها ما كانتش معترضة على كده لأنها عارفة كويس إنه بيكرهها. بتغيظه أكتر وبتقول له إنه جبان بيضرب ست مربوطة في كرسي، وإنه لو فكها بس هتوريه يعني إيه ضرب بحق وحقيقي. وبالفعل الفريق بيكون وصل لمكان قريب منهم. العميل بيقول لكريس أنت استفزتيني عشان أفك الحبل مش كده؟ مفكراني غبي يا بت أنت؟ بيمسكها بالكرسي يرميها على الحيط وبيكسر عظمها. ليلاند بيحط كاميرا في طائرة متحركة على شكل طائر وبيراقب المكان. أكسل بيعوم لغاية ما بيوصل للقاعدة، ودوجلاس بيعمل تمويه بسيط بيخلي السفينة تقرب منهم بأقصى سرعة عشان كلهم يركزوا معاها. أكسل بيلاقي الكل انشغل فبسرعة بيدخل أوضة التحكم، بيخترق الجهاز بالأسورة وبيكون العميل شغال ضرب في كريس. بيقول لها إن أنجا مش هترجعها للوطن غير على نقالة. السفينة بتخبط في القاعدة وبيحصل انفجار، فالعميل بينشغل بعيد عن كريس شوية، ولما بيرجع بيلاقيها
قامت عاطته ضربه نسيته اسمه تماما، بتضربه بالكرسي في وشه وبتخنقه لغايه ما بيغمى عليه وبتقطع الحبل واخيرا بتهرب. إلينا بتقول لاكسل على مكانها فبيجري بسرعه عشان يلاقيها، لكن انجا بتكتشف ان السفينه كانت تمويه مش اكتر وان في دخلاء في المكان. هنا بقى بيجي دور الينا اللي سيطرت على اوضه التحكم بعد ما اكسل هكرها. الفاجر كل ما بيلاقي حد يقوم يشلوحه، ودوجلاس من بعيد بيصوب بالبندقيه بيموت اي حد يعطله. العميل بيشوف اكسل قدامه واحد غريب بيضرب في رجالتهم، بيقف له من بعيد واول ما بيقرب منه بيخبطه بحديده وبيدخل في اشتباك معاه. ليلاند واحد بيشوفه بيتحكم بالطياره فبيفجر له المكان اللي هو فيه. بيهرب اكسل من قدام العميل وبيلاقي كريس في طريقه، لكنها كانت مصابه جامد. بتقول له جيت ليه؟ انا ما استحقش حد ينقذني. بيقول لها انا ما يهمنيش ماضيكي، يهمني انت ايه دلوقتي. بتكون إلينا فجرت المكان كله، فاكسل بيقول لها خليكي هنا وانا هفضي الطريق علشان نهرب. لكن للاسف انجا بتلاقيها وبترفع عليها المسدس. بتقول لها ليا 3 سنين بتمنى قبلك عشان اموتك. كريس بتقول لها موتيني، كانت امنيتي ان اموت على ايدك من زمان. بتحكي لها ان بعد حادثه الطياره قلبها وقف واتكتبت في قائمه الضحايا، لكن بعدها النبض رجع فجاه، ومن هنا جالها فكره الهروب من المنظمه، وده بعد ما اتاكدت انه مكتوب في قائمه الضحايا انها ميته. قالت لها وتسيبي صاحبتك كده يعني؟ مش كنا متفقين هنهرب سوا؟ وفي الوقت ده العميل كان بيسمع الحكايه، ولما بيعرف ان انجا كمان كانت عايزه تخونهم بيضرب عليها نار. في الوقت ده اكسل بسرعه بيتدخل بيبعده قبل ما يموت كريس. إلينا بتقول لكريس اخرجوا بسرعه حقل النفط كله هينفجر، ولكن اكسل ساب كريس تودع صاحبتها. وبالفعل يا صاحبي تموت انجا بين يدي كريس. بتقول لها انها كانت مبسوطه عشان هي اخر حد هتشوفه لانهم كانوا اعز اصدقاء. كريس كانت في غايه الحزن عليها، واكسل بياخدها بسرعه وبينطوا في المحيط. بيجي دوجلاس بالمركب عشان ينقذهم، واكسل بيستغل صاروخ وقع عليهم. بيخرج من المحيط لدوجلاس واخيرا بينجحوا بعد مهمه صعبه جدا، مهمه دراميه خطيره كان ممكن يموتوا فيها كلهم. قاتل مأجور اسمه اتش بيخرج يتمشى وسط ناس بتموت بسبب رجالته. كان واخد مهمة من زعيمه اللي هو نفسه ما يعرفوش. المهمة بتتنفذ وهو ماشي في هدوء تام، مش فارق مع الناس اللي بتترمي تحته. مشهد مرعب وفي نفس الوقت كله حزن خارج من اتش، تحس روحه ميتة لكنه حي بيتحرك. اكسل بيدخل العربية يتكلم مع دوجلاس اللي بيقول له خلينا نفترض دلوقتي ان احنا مسكنا سكينر، متوقع انهم هيحررونا فعلا زي ما قالوا؟ اكسل بيقول له نفس اللي بيشغل بالي، احنا بقينا نعرف اسرار كتير قوي عنهم. فبيقول له يا صاحبي اول ما نخلص المهمة دي هيخلصوا مننا، وده علشان يضمنوا ان كل اللي نعرفه عنهم ما يروحش بعيد. واثناء جلسة تحقيق بيحضرها ابيل الرئيس لازاروس ووكالة الامن القومي، بيروح يقابل العقيد هايز وشنايدر من الاستخبارات، لكن الظاهر كده انهم ما بيطيقوش بعض، مش بيرضى يسلم عليه وبيعمل نفسه من بنها وبيمشي. بيتكلم الرئيس وبيقول في الجلسة انهم لازم يحددوا مصير فريق لازاروس ده. بيتكلم واحد من الرؤساء وبيقول ان الفريق ده اتشكل في الاساس عشان يتقبض على سكينر، لكنهم بهدلوا الدنيا اكتر، ضربوا نار في المدينة وعملوا حادثة هليكوبتر وحريقة طائفة الغابة، ده غير العملة الهباب بتاعت حرق حقل النفط الروسي. واحدة تانية بتقول ان في واحدة من اعضاء الفريق كانت جاسوسة روسية، يعني ممكن جدا معلومات تتسرب من بلدهم لروسيا، ده غير ان كل الهبد اللي بيعملوه ملوش اي علاقة تماما بالقبض على سكينر. وواحد تاني تقريبا بيعزهم جامد بيقول لهم انه جاب واحد من اعضاء لازاروس بنفسه، وده علشان يحقق معاه قدامهم، وبيكونوا جايبين ليلاند غصب عنه. بيسألوه ايه علاقة القطب الشمالي بمهمتهم الاساسية. ليلاند بيقول لهم الحقيقة انهم راحوا عشان ينقذوا زميلتهم كريس، لكن بالنسبة لهم الخطوة اللي اخدوها دي كانت هتدمر العلاقات الدولية تماما. كريس بقى مش بتكمل الاستراحة الكاملة ليها عشان شافت ان ده وقت ضايع، ولو ارتاحت يوم او يومين هتصحى على نهاية العالم. بتسحب الجاكيت بتاعها من تحت القطة الرخمة اللي لازقة في المقر بتاعهم 24 ساعة دي، وفجأة بيقع من الجاكيت الحباية اللي لقيتها في بيت سكينر. ليلاند بيقول لهم ان كريس جزء اساسي من الفريق، حتى لو كان ده ما كانش يستحق قضية دولية، تظل صديقتهم وجزء من الفريق. شنايدر بيقول له سمعنا ان في واحد منكم كان في السجن من الايام. ليلاند بيقول له ده اكسل اللي بيحاول يهرب كتير. شنايدر بيقول له يا فرحتي بيكم، وبيبص للقاضي، وقتها تحس انه مسيطر جامد. القاضي اول ما بيلاقيه اتعدل بيقول لليلاند اتفضل امشي، لكن الفريق لازم يتحمل المسؤولية على كل اللبش اللي هم عملوه ده. بيدخل واحد فجأة بيقول لهم ان سكينر نزل فيديو تاني ولازم يشوفوه بسرعة. سكينر بيقول قدام العالم كله محدش جه يزورني، فمن بعد اخر بيان ليا من 20 يوم الناس كلها بتتعامل طبيعي كأن مفيش حاجة هتحصل. بيفكرهم انه قال اول شخص اخد اول حباية من هبنة هو اول واحد هيموت.
وبيوضح لهم ان اول عينة اتجرب عليها العلاج كان هو شخصيا، وده معناه ان لو محدش قدر يلاقيه في خلال 10 ايام بس هيكون هو اول واحد يموت، ومن بعده كل البشرية هتفنى تماما. بيقف ابيل وبيقول لهم سكينر عنده حق، احنا فاضل لنا خطوات بسيطة ونمسكه، وانتم مركزين تفككوا لازاروس اللي محدش غيرهم اساسا اتطوع للمهمة المصيرية دي. طب هتلوموا مين لو العالم انتهى؟ بيخرج شنايدر يعرف هايز ان اكسل هو اللي هرب من سجن اريزونا، هو اللي كانوا بيدوروا عليه من زمان، اكيد كان عنده حد بيساعده عشان يحذف كل بياناته وصوره هناك، لازم ياخد اجراء قانوني ناحيته. بيروح يقابل اتش عشان يديه المهمة، وبالتالي يكون هو بعيد عن الجريمة. بيسألوه مين هو سوريو زعيمه، سمعوا انه شبحه ومحدش بيشوفه ابدا. اتش بيقول له انا وكيل للزعيم، معرفش اي حاجة عنه حتى شكله، هو ما قابلتوش ولا مرة، لكن اضمن لك ان اي مهمة يقبلها بتتنفذ بكفاءة عالية. هايز بيقول له طب وانا اضمن منين واحد محدش يعرفه؟ بيطلب منه اختبار، واتش بيقول له معاك يا برنس بس ما تندمش على اللي هيحصل. بيروح سوريو مكان الاختبار، والعقيد هايز بيجهز مأمورية كأنه رايح لجماعة إرهابية مسلحة، وكل أفراد الجيش بيتريقوا إنهم هياكلوا الشبح المشوي بعد تنفيذ المهمة. بيدخلوا البيت وبيكون سوريو مستعد لهم، مفكر نفسه سبايدر مان، بيحارب بخيوط رفيعة وبيشنق أول واحد، والتاني بيرمي عليه سكينة في رقبته، بيرمي الخيط يكتف واحد، بيتحكم فيه وبيخليه يضرب نار على زمايله، وبيقطع رقبة واحد تاني. كل اللي عمله ده في ثواني، جبروت يابا، سكاكينه ما بتخلصش، يطعن في الرقبة وفي الرجلين، مش فارقة معاه العملية تماما. واخر شوية ما بيتعبش نفسه معاهم، بيشنقهم على طول، بيخلص على رجالة الجيش بالكامل، وكل ده قبل ما الدقيقة اللي كان ظابطها تخلص. بعد ما شنايدر بيشوف كل اللي حصل بعينه، بيبعت لإتش صورة اكسل وبيقول له هو ده الهدف. قبل نهاية العالم ب6 أيام، حالات التعب والحمى والأمراض كلها بتزيد فجأة، المستشفيات ما بقتش قادرة تتحمل كمية الناس التعبانة، البورصة بتقف، الأسهم بتقع، وخدمات عامة كتير بتتعطل. الناس كانت متوقعة الموت يخبط على باب حياتهم في أي ثانية. كريس قدمت للمجموعة الحباية اللي لقيتها في بيت سكينر، عملوا عليها تحليل وطلعت مفيدة للأشخاص اللي عندهم قلب صناعي. شكوا إن دي هي حالة سكينر في ال3 سنين اللي اختفى فيهم. بيدوروا في كل المستشفيات اللي اتعمل فيها زراعة قلب صناعي، لكنهم مش بيلاقوا اسمه نهائي. هيرش بتعرفهم ان في مستشفى بتحمي خصوصية المرضى بتوعها، وده بيكون بمقابل مادي كبير، ولكن محدش يعرف المكان ده نهائي. بيقوم ليلاند يلبس لبس غريب وبياخد معاه اكسل ودوجلاس، بياخدهم لمكان محدش يعرفه غيره. هناك البوابة بتتعرف على صوته فبتفتح لوحدها، وبيدخلوا يلاقوا قصر كبير تحسه بيت باتمان كده. بيخرج راجل كبير في السن وبيرحب بيه على انه صاحب القصر. اكسل بيستغرب، هو بيت مين ده لا مؤاخذة؟ ليلاند ده حرامي يا جدعان. بيدخلوا البيت يلاقي صور لعيلة أستر، العيلة الأرستقراطية اللي موجودة من قرون. بتخرج الأخت تستقبل أخوها ولكن بطريقة وحشة جدا، بتقول له ده أنا قربت أنسى اسمك يا جدع، أنت هنا ضيف غير مرحب بيه تماما، اللي رجع الابن الضال من تاني. ليلاند بكل هدوء وخوف بيقول لها إنه جاي يطلب منها خدمة، عايز يعرف مكان المؤسسة اللي بتعالج أهم رجال العالم. بتقول له بقى راجع بعد 4 سنين تطلب مني خدمة كده بكل بجاحة، وبعدين أقول لك ليه على مكان المستشفى بتاعتنا. كانت متعصبة جدا انه اخر ولد في العيلة، وليه والدها ما لغاش امر توريث الرجالة ده. ليلاند بيقول لها سهلة يا اختي، اتجوزي وورثي انت، فبتدي له كام قلم محترمين لانه مش مقدر اللي هي عدت بيه. بتطلب منه يأدي دوره ويبقى رئيس للعيلة، ولو رفض كده يمشي وما يرجعش تاني. دوجلاس بيقول لاكسل احنا ايه اللي جابنا هنا، قوم بينا نمشي يا عم. واول ما بيقوموا بيسمعوا صوت خطواتها، فبكل رعب بيقعدوا مكانهم تاني. بترجع ايزابيلا ندمانة لانها اتعاملت معاه بنفس اسلوب كل مرة. بتوافق انها تديه معلومات عن اللي طلبه، ولكن بشرط واحد، انه يقعد معاها يوم كامل قبل نهاية العالم. بيوافق ليلاند وبيعرف منها المكان، وبياخد زمايله يروحوا هناك بسرعة. بيقابل دكتورة كانت صديقة لوالده، بتقعد معاهم وبيحكوا كتير عن هابانا. فليلاند بيقول لها انهم بيدوروا على سكينر، وبيسألها اذا كان فعلا عمل زراعة قلب صناعي ولا لا. الدكتورة عمالة تشرب سجاير كأنها بتنتقم للايام اللي افنت عمرها فيها، وفي الاخر هتموت على الفاضي. بتقول له انها كانت مستنية حد يسألها السؤال ده من زمان. وفي الوقت ده كان ابيل بيعرض لهيرش تسجيل كاميرا جابت سكينر في المطار وقت مناوشات بين المرور والامن القومي زمان. وقتها ضرب النار جه في شنطته وخرج منها غاز موت الناس حواليه في ثانيه، وده كان اختبار لاول نموذج من هابانا. خبى الموضوع لانه كان مخطط ان هابانا تبقى في حبوب صغيره تموت الناس بعد 3 سنين. الدكتوره بتعرض تفاصيل عمليه زراعه القلب للفريق، وانهم بيتابعوا حاله المريض من خلال نبضاته، يعني حتى لو كان في قاره تانية هيلاقوه. ولكن سكينر قبل ما يخرج من المستشفى شفر كل معلوماته، وده علشان محدش يعرف مكان هروبه. بترمي ليلاند فلاشة فيها معلومات كتير عن سكينر
ممكن تفيدهم. بيرجع الفريق للمقر تاني، فليلاند بيعترف لهم انه جاسوس وانه بيعرف هيرش وابيل كل حاجه بيعملوها. اكسل بيقول له يا غبي احنا كنا عارفين، كل واحد فينا عنده اسرار ما ينفعش تتحكي. بعدها بيدخلوا الفلاشه لالين، بتعرف منها معلومات كتير من ضمنهم ان القلب لسه شغال. ابيل بيقول لهيرش ان اول اختبار على العالم الخارجي كان في السجن اللي اتحبس فيه اكسل، كانوا بيجربوا هناك العلاج على اللي محكوم عليهم بالاعدام، واكسل كان واحد من فيران التجارب بتاعتهم. هيرش بترن على اكسل تديله مهمه، وإيلينا بتعرف مكان الشخص اللي بيراقب سكينر. دي كانت نفس البنت اللي هكرت نظام امن مؤتمر دلتا، بوب كورن ويزارد. بعد ما إيلينا بتعرف ان مكانها في باكستان، بتقترح على دوجلاس انها تروح بنفسها، فبيوافق دوجلاس ولكن بشرط واحد، وهو انه يجي معاها. وفي تلك الاثناء بتكون هيرش عرفت اكسل الحقيقه، ان تجربه هافانا اللي اخدوها في السجن موتت كل زمايله هناك. اكسل الوحيد اللي عاش فيهم هو ودكتور السجن. بيروح اكسل يدور على دكتور السجن، لكن بتحصل حبكه دراميه مفيش بعدها. سوري بيولع في العربيات عشان يوقف المرور ويموت اكسل. بيوصل دوجلاس وآلين باكستان وبيراقبوا موقع بوب كورن ويزارد، ولكن إيلينا ابتدى يظهر عليها اعراض هابنا، الحمى صابتها زي باقي الناس. هيرش بتقول لكريس وليلاند ان بعد ما دوجلاس مشي خرجت وراهم عربيتين من قسم الاستخبارات الامريكيه، لانهم خايفين يعرفوا اسرار عنهم، عايزه تتواصل معاهم بنفسها عشان تمنعهم يقفوا في وشها هي وفريقها. بتدي ليلاند رساله يديها لابيل. اكسل بيحاول يعرف ايه المشكله اللي معطله الناس، وفجاه بيلاقي راجل جاي ناحيته، باصص له كده ومركز معاه، بيكلم نفسه بكلام مش مفهوم. بينط على عربيته وبيوصل لعربيه اكسل يضرب عليها نار، وده على امل انه يموت من غير مجهود. اكسل بسرعه بيحرك العربيه ويوقعه من عليها، بيخرج يجري بعيد وبيقول مين ده اللي جاي يتخانق من غير سلام ولا كلام. اكسل بيقف في وشه يفهم ملامح المعركه دي هتدور ازاي، فبيقول له تعالى ورايا، وده علشان يبعدوا عن الناس البريئه. لكن سوريو ما بيهموش حد، القنابل في ايده جاهز يرميها في اي وقت واي مكان. عربيات بتتفجر، حوادث بتحصل، ناس بتموت، كل ده عادي جدا بالنسبه له. بينط اكسل من الجسر على العربيه ومفكر ان الشبح مش هينزل وراه، لكن بيتفاجئ انه نزل له. بدا المعركه على العربيه. من هنا بقى بتبدا الحكايه مع الشيطان سوريا. بيروح ابيل لقاعده الفريق، فليلاند بيديله الرساله اللي هيرش ثابتها، بيعرفه انها راحت تقابل شنايدر. المعركه لسه مستمره على العربيات، اكسل بيحارب بايدين فاضيه، لكن سوريو معاه قنابل وادوات كتير تساعده. لكن الظاهر ما بيلاقيش فايده من كده، بيخرج سلاحه اللي بيحبه، خيوط العنكبوت اللي بيمدها لابعد مكان. بيربط اسلحته ببعضها في هجومه، بيرمي قنبله مع الخيط عشان يفجر اكسل. ما يعرفش انه مختلف وذكي عن باقي الاعداء اللي قتلهم. هيرش اللي ما بتخافش من حد بتقابل شنايدر، بتقول له انها ملهاش في اللف ولا الدوران، فهتدخل في التهديد على طول. لو ما رجعش رجالته من ورا فرقتها هتسرب كل المعلومات اللي تعرفها عنهم، واللي من ضمنها سجن اريزونا والتجربه اللي اتعملت على المساجين، وان محدش عاش من تجاربهم غير اكسل. ساعتها بنعرف ايه سبب اصرار شنايدر انه يقتل اكسل، عشان تجاربه اللي كان بيعملها ما تتكشفش في العلن. شنايدر بيقول لها تصدقي فاجئتيني، اول مره اسمع كده، معقوله بقى الامن القومي يصدق معلوماتك دي ويكذبني انا؟ الواطي بيقرر يحبسها بتهمه الخيانه، بما انها عرفت حاجات ما كانش لازم تعرفها عنه. وعلى ناحيه اخرى بيقرا رساله هيرش وبيتاكد ان شنايدر حبسها لانها متهوره. السكرتيره بترن عليه وبتعرفه ان في معركه بين اتنين وسط المدينه والجسر ولع بسببهم. بتدور على معلومات عن سوريو وما بتلاقيش ليه اي سجل في الدوله. ما هو شبح بقى، ولكن ابيل بيعرفه بس بيستغرب. الشبح اخيرا ظهر نفسه، بيحكي لهم ان ده قاتل اسطوري محدش شافه وسابه يعيش، كل فريسه اللي بتشوفه لازم تموت. كريستي بتخاف على اكسل جامد، بتطلع السلاح الممنوع وبتقول لابيل انها هتستخدمه. بنشوف هنا دوجلاس اتفق مع إيلينا على انه هيكسب وقت ويسيبها تروح لبوب كورن ويزارد. بيسلم نفسه قدام عملاء الاستخبارات وإيلينا هربت منهم، فبيضطر يضرب نار على العربيه عشان ما حدش يروح وراها. اكسل بيهرب من سوريو لانه بقى فاهم فرق القوه بينهم. سوريو بيقول له انت مش فارق لك تموت مش كده؟ بيقول له دي مش اول مره اتعرض له، انا والموت صحاب بنشوف بعض يوميا. بينط في البحر وبيطلع على سفينه، لكن برضه بيلاقيه في وشه، فبيقول له فهمت انا الصوره كده، الموضوع ده مش هيخلص، مفيش حاجه هتخلص غير لما واحد فينا يموت. وبيبدا الهجوم الاول، لكن حركاته كلها كانت سهله قوي بالنسبه للشبح، لكن الاستهتار اللي عامله بيه ادى اكسل فرصه انه يضربه. وبالصدفه بيشوف السلسله اللي لابسها، رمزها بيرجع له ذكريات مرعبه، وقت ما كان مجبر انه يكبر زي الوحوش، التدريبات اللي كان بيتدربها، التعليم اللي كان بيتعلمها، كان مجبر انه يكبر من غير مشاعر ولا قلب، من غير منطق ولا اهل.
كانوا بيتعاملوا على انهم وحوش ممنوع وشوشهم تظهر للناس، واللي يشوفهم لازم يموت. ايوه، بيعرف ان اكسل واحد من الاطفال اللي اتربى وسطهم، والاتنين بيرموا على بعض الاسلحه. لكن اكسل اصابته كانت اقوى. سوريو بيقرب منه عشان يعرف ايه اخرة اللي اتعلموه، لانه ناسي كل حاجه. لكن في الوقت ده بتيجي كريس بسرعه، وفي تلك اللحظات كان صديقنا اكسل بين الحياه والموت. كريس بتاخد اكسل للمستشفى، ومن حظه الحلو بينقذوه بيعيش. الدكتوره بتقول لها انها عملت كل اللي تقدر عليه، الباقي على تمسكه بالحياه. وفي ذلك الوقت إلينا بتلاقي بوب كورن لكنها بتنهار بسبب الحمى، فبوب كورن بتعالجها لانها احترمت اجتهادها في انها تلاقيها. إلينا بقى بتفتكر دوجلاس، فبسرعه بتتاكد انه حي من الاسوره. بيكون دوجلاس نايم في مستشفى تبع الاستخبارات الامريكيه اللي حبسوه عندهم. ابيل بيقول للسكرتيره تعرف كل المعلومات عن سوريو، لانه ممكن يكون مفتاح لاسرار كتيره بما انه كشف عن نفسه فجأة. بيصحى أكسل أخيرا على نفس الحلم اللي بيحلمه دايما. بيحكي لكريس إنه دايما في أحلامه بيغرق في أماكن عميقة ما يعرفش حاجة عن مصدرها ولا عمره شافها، كأنه في عالم مختلف. ولكن دايما في ملاك بينقذه. يقول لها أكيد أنت الملاك ده، يا عم ركز في حياتك الأول بعدين دور على الملاك. كريس نفسها ما كانتش مصدقة إنه بيعاكسها وهو كان هيموت. أكسل بيقول لها أنا شفت الموت كتير، ولكن دي أول مرة حد ينقذني ويهتم لحياتي. أبيل بيروح يقابل الرئيسة وبيطمن على حالتها الأول، فبتقول له إنها أخدت هبنة لكن لسه ما ظهرتش عليها أي أعراض. وبتقول له بما إنك جيت بنفسك يبقى أكيد عندك طلبات. بتقعد إلينا مع بوب كورن يحكوا مع بعض عن كل حاجة يعرفوها، ودي كانت أول مرة نشوف إلينا بتضحك فيها كده. ووسط الكلام بتقول لها أنت ليه بتساعد سكينر مع إنك عارفة إنه عايز يدمر العالم. بتعرفها إنها من جزر المالديف اللي سكينر ساعدهم، كان السبب في إن ناس كتير ما تحسش بالألم. كان عارف إن الجزر هتغرق ورغم كده اشتراهم واهتم بيهم، وبالفلوس اللي اداها لهم ساعدهم إنهم ينتقلوا من مكانهم لأماكن تانية يرتاحوا فيها. أنقذ حياة ناس كتير كانت بس عايزة تردله الجميل مش أكتر، حتى ولو كانت خطته هتنهي العالم. بس هي عندها إيمان فيه إنه مش هيعمل كده، وأكيد اللي بيعمله وراه سبب واضح. أكسل بيحكي لكريستا عن حاجة غريبة، إن سوريو قبل ما هي تتدخل كان بيقول له أنا هوريك إيه هي نهاية هندون. وبالمناسبة يعني ده اسم الحيوان اللي سلسلة أكسل مشتقة منه، حيوان غريب اتولد ومات من غير وش. كريس كانت مستغربة مين يحكي في حاجة تافهة زي دي وسط معركة دموية، وبتسأله هو أنت ليه متهور وغشيم كده على طول؟ مش خايف الناس اللي بتحبك تزعل عليك لو مت؟ أكسل بيقول لها ما عنديش حد قريب مني ولا حتى أهل. لما كان صغير كان عنده صحاب بنفس حالته مقطوعين من شجرة، لكن كلهم ماتوا وهو الوحيد اللي عاش. احتفظ بالسلسلة دي من طفولته من غير ما يعرف هي ايه، ومن وقتها قرر ما يكونش اي علاقات تاني خوفا من انه يخسر الناس اللي بيحبهم. ولكن دلوقتي الموضوع اتغير بوجودهم. ابيل بيقول للرئيسة انه عايز يفتش مكتب الاستخبارات عشان ينقذ هيرش، ومش هيقدر يعمل كده غير بأمر منها. الرئيسة بتقول له موافقة، يمكن دي اخر حاجة صح اعملها في حياتي. بتخلع النضارة توريه عينيها اللي تحوله الفضاء زي تجربة القرد اللي مات. بتجري الاحداث بسرعة. إلينا وبوب كورن بيعرفوا مكان سكينر اخيرا، وسكرتيرة ابيل بتشك ان اتش هو نفسه سوريو، وبالتالي بيطلبوا كريس في المقر لانها الوحيدة اللي شافت وشه مع اكسل. فكريس بتقول لاكسل انها مضطرة تمشي، وممكن دي تكون اخر مرة تشوفه فيها لانه فاضل يوم واحد بس على نهاية العالم. بتودعه بطريقتها لغاية ما ربنا يسهل وتشوف الدنيا هترسى على ايه. في الوقت ده بيكون شنايدر دخل في معارضة مع هايزو وقتله، وقال لافراد الامن ان هو اللي حاول يقتله الاول. بترجع كريس للمقر بالفعل وبيعرضوا عليها صورة اتش، فبتقول لهم ايوه هو ده اللي حاول يقتل اكسل. السكرتيرة بتفهم انه مصاب باضطراب الانفصام، وده مرض بيجي لما الشخص بيكون تحت تهديد شديد جدا، ولذلك بتظهر شخصية جديدة بتحاول تنفصل عن الواقع علشان تنقذ صاحبها. فكريس بتعرفها عن الهاندون اللي حكى عنه اكسل. السكرتيرة بتتفاجئ، معقولة يكون سوريو من مشروع هاندون؟ جرى ايه يا عالم يا ويس خانتو، حياتكم كلها تجارب ومشاريع على البشر. في الوقت ده الاستخبارات الامريكية كانت بتحاول تغتال دوجلاس. وكالة الامن القومي بتعمل عملية مداهمة، وابيل بيقول لشنايدر انه في امر تفتيش هيحصل فوريا. دوجلاس بقى كان حاطط بتاع تمويه كده عشان كان شاكك فيهم. لا جامد يا إلينا وبوب كورن بينقذوه، وده بعد ما عملوا حركة صايعة بسرير المستشفى. ابيل بيطلب من شنايدر يسلم هيرش في الحال، والكلح عمال يتبارد معاه. دوجلاس بيسأل الهاكرات بتوعنا عن مكان سكينر، بيشاركوا المعلومات مع المجموعة، وبنعرف بقى انه موجود في مدينة بابلونيا. الجماعة بيتصدموا بقى بعد كل ده والفاجر القادر يطلع في المدينة اللي جنبينا، ولكن للأسف المنطقة كبيرة جدا على انهم يدوروا عليه في كل بيت. دوجلاس بيسأل كريس عن اكسل، يمكن يكون عارف علامة تخص سكينر ولا حاجة، فبتقول له اكسل مش هيعرف يساعدنا دلوقتي. دوجلاس بيخليهم يكسروا شمال في الحال وبيروحوا عشان يركبوا
بيركبوا القطر عشان يقبضوا على سكينر، وبوب كورن بقى بتودع منافستها إلينا، بتقول لها لو احتجتي حاجة رني عليا واعتني بمسألة سكينر دي. سوريو بيبعت رسالة لأكسل يقول له فيها انه هيقابله قريب في المكان اللي بتتواجد فيه الملايكة. بيفهم أكسل الشفرة في ثواني، لكنه بيحاور على الدكتورة، بيقول لها أكيد عايز يقابلني في الجنة ولا حاجة. أبيل بيقول لشنايدر كل عمايله السودا، انت وجهاز الاستخبارات صنعتوا سلاح بيولوجي في السر مش كده؟ أخدتم بحث سكينر اللي كان بيعمله عشان يعالج الألم، وبعد كده حولتوه لسلاح بيموت، ولما الراجل الغلبان جه يهرب عشان يكشفكم عند الدول التانية رحتوا هجمتوا عليه في المطار، سكتوها هددتوه انه لو فتح بقه هيتقتل ومحدش هيصدقه، وبعدها اتسترتوا على الحادثة على اساس ان اللي حصل في المطار كان هجوم ارهابي، بس اللي ما كنتوش تعرفوه ان سكينر هيغدر بيكم باذكى طريقة في التاريخ. أبيل بيروح يعتقله فورا بتهمة انه اتستر على مجرم، وكمان استخدام اسلحة بيولوجية ممنوعة. طب نقف هنا شوية يا شباب، لو سكينر كل ده كان بيحاول يحمي البشرية وفعلا كان عايز يكشف سر السلاح البيولوجي ده، إيه اللي يخليه يحط في هبنة سم يموت الناس؟ اصبر عليا لان ده اللي هنفهمه في الشوية اللي جايين دول. بتوصل إلينا ودوجلاس لمنطقة المشردين اللي موجود فيها سكينر، وبتشارك كل المعلومات مع المجموعة، لكن المكان كبير مش معقول يلاقوه في آخر يوم. هيرش بتديهم معلومة بتقول لهم إنه كان بيحب النبات، وبسرعة ليلاند بيفتكر الورد اللي كان مالي بيت جدته، ودي كانت علامة واضحة يدوروا عليه بيها. دكتورة بتدخل تتابع أكسل لكن بتلاقيه اختفى. بسرعة بتعرف كريس وبتقول لها إن الرسالة كان مكتوب فيها قبلك في المكان اللي بتتواجد فيه الملايكة. كريس هي كمان بتفهم وبتروح على المكان بسرعة. في الوقت ده أكسل بيروح برج الملايكة اللي في بابلونيا، وبيلاقي سوريو هناك بار بي من العيار التقيل. بيقول له ده أكبر مني يا عم، كنت جبت حاجة أصغر شوية. بيتريق عليه إنه عايز يموته، هما كده كده هيموتوا لما سكينر يخرج بآخر تقرير. 909 بيعرف معلومات عن مشروع الهاندون، مشروع سري بيدرب الأطفال علشان يكونوا قتلة تحت إشراف أمن الدولة. الأطفال اتعلموا يكبروا هم ناسين إنسانيتهم ومشاعرهم علشان يحولوهم لوحوش اغتيال محدش يقدر يتفاهم معاهم. سوريو بيستغل ضعف أكسل وبيضرب فيه بكل عنف، لكن كل كلمة كان بيتدرب عليها وهو صغير مش بتغيب عن باله. بيفتكر أوامرهم، انسى إن ليك قلب، فكر بعقلك، انسى مشاعرك وعواطفك، انت مش إنسان ولا ليك قيمة غير لما تقتل ويكون الدم في إيديك على طول. الصوت بيسيطر عليه، أمراضه النفسية بتحضر، بيفقد السيطرة على نفسه، بيكون عايز يموت أكسل بأي طريقة لأن هو الوحيد اللي نجي من مشروع هاندون. السكرتيرة بتعرف معلومة عن مشروع هاندون وإن كان في واحد من فيران التجارب قتل كل زمايله وحتى المعلمين بتوعه وهرب. سوريو بترجع له الذاكرة من تاني، بيفتكر كل كلمة اتقالت له قبل ما يمحو ذاكرته. بيتدخل جهاز الاستخبارات وبيضرب عليهم نار لأنه كان واخد طلب مسبق باغتيال أكسل وسوريو. شنايدر كان عايز يخلص منهم بأي ثمن، ولكن أكسل بيموه بحركة صايعة، فسوريو بسرعة بيفجر الطيارة وأجنحة الحمام اللي في البرج بتقع بيهم. أكسل عمل المستحيل عشان ينقذ سوريو لكنه ما قدرش. بعد ما الأجنحة رست في مكان دور عليه ولقى لسه عايش فقعد جنبه. قال له الأسطورة بتقول إنه بعد ما حيوان الهاندون يظهر وشه بيموت ساعتها. سوريو بيقول له أنا دلوقتي أقدر أستغنى عن كل حاجة حتى حياتي، لأني ما بقتش وحش، ما بقتش مستخبي ومخبي وشي من الناس، بقى ليا وش ظاهر للكل. وبيموت فعلا. وبتوصل كريس على المكان ساعتها، بتطمن على أكسل وبتقول له إحنا رايحين لسكينر، جاي ولا الدور الجاي؟ إلينا بتقول لأبيل إنها اتصابت بحمى من هبنة، يعني كان ممكن تموت، ولكن فجأة خفت لوحدها. أبيل بيقول لها لازم تعرفوا الحقيقة، وبيحكي لهم عن اللي حصل في المطار وإنهم كانوا موجودين كلهم مش كريس بس. ساعتها الاستخبارات لما ضربت نار على سكينر، العينة اللي كان واخدها للسلاح البيولوجي انتشرت في المكان، وبالتالي كل اللي كان موجود في المطار مات ما عدا سكينر اللي اتسحب فورا من المكان، وما عدا 5 شباب تانيين جسمهم طور مقاومة ضد العلاج، كلهم ماتوا ورجعوا للحياة تاني، وده معنى اسم لازاروس الانبياث. ساعتها خطر على بال سكينر خطة جهنمية، هيعمل عقار يموت الناس ويضخه في أسواق العالم كله، ولما يطلع يهدد الناس بيه الدنيا كلها هتركز معاه. ساعتها هيقدر يفضح الاستخبارات ومش هيقدروا يتستروا على حاجة زي ما بيعملوا، والعلاج كده كده معاه، هيبقى يديه للناس بعد ما يكشفوا الحقيقة. بيروح الفريق منطقة المشردين وبيساعدهم صديق أكسل بعد ما شرحوا له مواصفات سكينر. بيلاقوه قاعد عند النهر وما بقاش قادر يشوف، بيخلع النضارة وبتكون عينيه اتحولت لفضاء، وده معناه انه هيموت قريب. بيديهم الترياق اللي هيعالجهم من هبنة، وبيعتذر لهيرش انه ما خدهاش معاه، قلبه مات من وقت ما الناس ماتت بسببه في المطار. هيرش بيتقرب منه عشان تواسيه. أكسل بيقول له عايز اعرف نظرتك للعالم بجد، هل البشر كويسين ولا فعلا لازم يموتوا؟ لكن سكينر مش بيجاوب وبيرد السؤال لأكسل تاني. بيقول لي سكينر هو العالم ده فوضوي وقذر والبشر دول كائنات وسخة، ولكن لازم اتقبل العالم وما تخلاش عنه. وبعد ثواني من كلامه بيموت سكينر، وهيرش بتكون حزينة جدا عليه. صوت سرينة الشرطة
شرطة بتملى المكان. دوغلاس واكسل بيرفعوا مسدسات على هيرش فورا، بيتأسفوا منها بس هم خايفين يتقبض عليهم بما ان ما بقاش ليهم لازمة. بيجي ابيل يقول لهم ان الرئيسة امرت انها تحررهم، وبيخلع الاساور من ايديهم وبيديهم حريتهم، وكمان بيمحي سجلهم الاجرامي بالكامل. بيقترح عليهم ان المجموعة ما تتفككش، بيطلب منهم يكونوا وحدة لازاروس الرسمية للتحقيقات السرية، وطبعا الشباب كلهم بيوافقوا. وفي خلال ساعات معدودة المصانع كلها بتتعاون وبيصنعوا ترياق هبنة بيوزعوها على العالم كله، بيرحبوا بالألم والأمراض من جديد. فإن الحياة بلا ألم لا طعم فيها للعافية، إن الحياة بلا حزن وتعاسة لا تجد فيها حلاوة للسعادة. وإلى هنا تنتهي قصة صاحب أذكى عقل بعد أينشتاين. إلى هنا تنتهي قصة انبعاث لازاروس. ما تنساش بقى تروق عليا بلايك جامد واشتراك أجمد منه، وتذكر دوما أنه إن كان لنا بقاء فإلى اللقاء. Strutting down the streets, undefined, breaking walls, leaving echoes behind. Colors burst into neon signs, they can't capture what I define. Paint me free in every hue, I'm alive, electric and true. Lift the night with a rebel's cheer, this is my world, it's crystal clear.